يا عم أمين، هيا أطلق آلة التنبيه استعدادا للرحيل. لا أستطيع أن أملأ الدلو، فالمياه تبدو قليلة. من الأفضل أن نتحرك، فالسيارة على وشك الرحيل. دعني أحاول أنا. لن أتحرك من هنا قبل أن أغتسل، فالأستاذ عزوز لن يسمح لي بركوب السيارة وأنا في هذه الحالة. وأنا كذلك. إذا تأخرنا ستغادر السيارة من دوننا. من الأفضل أن نذهب كما نحن ونقص عليه ما حدث، فهو طيب القلب وسيسامحنا. لا، لن يقبلنا، فهو يكره القذارة. احترس من السقوط يا وطراد. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد.